المصري القديم لما كان بيتوفى كانوا بيحنطوا جسمه لمدة 70 يوم. بعد ال70 يوم دوت خلاص أصبح مومياء. المومياء دي بيتعمل لها طقوس جنائزية لمدة 40 يوم. في 40، مش عايز أقول أقباط المسيحيين لأن أقباط يعني مصريين، المسيحيين برضو. وإيه العلاقة ما بين الرجل والمرأة أثناء اليوم؟ هل المرأة والمرأة ممثلة في كل حاجة، كإلهة، كملكة، كقاضية، كطبيبة، ككل حاجة. كانت بتشارك في كل حاجة. البنت هي اللي بتطلب، ده اللي أنا بقوله، هي اللي بتطلب العريس وتقول له أنا عايزاك، بالظبط. أنا عايزة أرتبط بيك، بالظبط، وحاطة إيدها حوالين وسطه. التمثال موجود، رمز الحنان والعطف للمرأة بالظبط كده. المصرية. مفيش بقى إن إحنا أيوة كانت البنت بتصارح مامتها أنا بحب فلان، وده ما كانش عيب أبدا. العريس للعروسة هو بيتكفل بتأسيس المنزل بالكامل. إذا هي جابت حاجات من الأساس أو من الأطباق وكل المستلزمات أو المفارش أو كده، كانت بتتكتب في قائمة وبتاخد هذه يعني القايمة موجودة من فجر التاريخ. القايمة موجودة من فجر التاريخ، بس هو في فرق بين القايمة بتاعت زمان والقايمة بتاعت النهارده. الخيانة الزوجية من الراجل أو من الست كانت عقوبتها بتوصل للإعدام. إن المصريين القدماء كان عندهم مبادئ. إن كل المأكولات على مستوى العالم واخدين من المطبخ الفرعوني. النبيذ اخترعوه المصريين. الحنكت، كلمة حنكت معناها البيرة اخترعوها المصريين. بس شكل الساندويتش، العيش وجواه قطعة اللحمة والهوت دوج والشاورما، شكله وكل الكلام ده. الشاورما أساسها مصري برضه. أنا عايز أقول لك إن هي مش مجرد مناظر، المنتج نفسه، الساندويتش موجود نفسه موجود من العين، مش موجه وموجود نفسه. موجود الساندويتش نفسه موجود في المتحف. كم رمسيس عندنا يا استاذ؟ حضرتك قول 11 رمسيس. الناس تسمع عن رمسيس الثاني لغايه رمسيس الثالث. لا 11. اهلا بيكم مع ستيل في حكاوي تاريخ. النهارده معانا ضيف كريم وضيف عزيز علينا كلنا، هو الاستاذ اسلام مكرم، المحاضر في علم المصريات والمرشد السياحي. النهارده هنغوص في بحر من المعلومات عن المصري القديم والحياه اللي احنا كلنا بنتشوق ليها ان احنا نعرف اسرار كتير جدا منها. اهلا بيك استاذ اسلام. اهلا وسهلا استاذ محمد. واحنا سعداء جدا ان انت حضرتك معانا النهارده على ستيل. انا اسعد والله، واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين كلهم. حضرتك عايزين نرجع او نركب آلة الزمن لعصور حضرتك بتفخر ان انت درست علم المصريات، فعايزين نشوف ايه الحياة اليومية للمصري القديم، وايه الحاجات اللي انت حضرتك تحب تقولها لنا او تقولها للمشاهد عن حياة المصري القديم. هو الحقيقه انا مش بس بفخر ان انا درست علم المصريات، انا بفخر ان انا مصري اساسا، لان دي هويه عزيزه عليا جدا جدا. وانا من ساعه ما اتولدت وانا مرتبط بهذه الارض. مصر هي دايما في ذهني وفي بالي، وبحس ان انا جزء منها، لان مصر هي شكلت حضارتنا وشكلت حضاره العالم كلها. وهي فعلا كانت مهد كل الحضارات والثقافات، بما في ذلك الثقافه اللي احنا عايشينها النهارده كمصريين. وبنعتقد ان الثقافه دي ثقافه جديده ومكتسبه، لكن الحقيقه لا. كل الثقافه اللي عندنا دي بترجع جذورها لايام المصريين القدماء، سواء الثقافه المصريه او اللي موجوده في الشرق الاوسط كله، واحتمال تكون في العالم بالكامل. يعني عندنا عادات كتير جدا جدا احنا بنمارسها وبنعتقد ان هي حديثه، او انها اسلاميه، او انها مسيحيه، او انها عربيه، وده مش حقيقي. هي مصريه قديمه. يعني اول حاجه مثلا، من ساعه الطفل يتولد بنحتفل حاليا بحاجه اسمها السبوع، ودي حاجه من عادات المصريين القدماء، وليها جذور تاريخيه دينيه متأصلة في حضارتنا. بترجع لحاجة اسمها السبع حتحورات. حتحور هي إلهة بتأخذ شكل البقرة، وحتحور هي إلهة الحب والجمال والموسيقى. لما الإلهة إيزيس ولدت ابنها حورس اللي هو ابن أوزيريس، خلال 7 أيام استقبلوه السبع حتحورات، بيظهروا دايما على شكل 7 سيدات لابسين تاج على شكل قرص الشمس، وحواليه 2 قرني البقرة، أو بتظهر على شكل بقرة كاملة، 7 بقرات يعني. وهم بيستقبلوا المولود سواء حورس أو كل اللي اتولد بعد كده. يعني الجذور من أيام حورس، لكن اتكررت مع كل المواليد فيما بعد لحتى يومنا هذا. بيستقبلوه بالموسيقى وبالغناء، وبيحاولوا ان هم يرحبوا بيه. الطفل لما بينزل بيعيط، لانه بينزل بيبقى قلقان داخل على عالم جديد هو مش واخد عليه، فهم اللي بيطمنوه.
وبيتعمل احتفال كبير قوي في اليوم السابع، خاصة إن في اليوم السابع بيعتقدوا إن هو طالما الطفل عايش لحد هذه الفترة يبقى هو بصحة جيدة وهيبقى عنده عمر مديد. إحنا أخذنا هذه العادة بنمارسها حتى الآن وانتشرت في الشرق الأوسط كله، والناس مع الأسف فاكرين إن دي ليها أصول حديثة، لأ دي أصولها قديمة جدًا. ده مثال. عادة مثلًا ال40، إحنا بدأنا بالميلاد، لمّا نيجي نتكلم على الوفاة. الشخص المصري القديم لمّا كان بيتوفى كانوا بيحنطوا جسمه لمدة 70 يوم. بعد ال70 يوم دوّة خلاص أصبح مومياء. المومياء دي بيتعمل لها طقوس جنائزية لمدة 40 يوم، في 40 يوم جنائزية، وفي معبد جنازي. يعني الملك رمسيس التاني عنده معبد جنازي، ليها معبد كل الملوك عندهم معبد جنازي بيُعاد الاحتفال بال40 كل سنة في نفس التاريخ. الناس فاهمة إن دي ممكن تكون عادة إسلامية، لإن هي منتشرة في دول إسلامية كتير، بس هي مش عادة إسلامية. أو ممكن تكونوا فاكرين إن هي عادة قبطية، لإن الأقباط برضه أو المسيحيين، مش عايز أقول أقباط المسيحيين لإن أقباط يعني مصريين، المسيحيين برضه بيحتفلوا بذكرى ال40. دي عادة مصرية قديمة وبترجع لل40 يوم بتوع الطقوس الجنائزية. أستاذ إسلام، بالنسبة للحياة اليومية للمصري القديم، إزاي كان بيبدأ يومه، وإزاي كان بينهي يومه، وإيه العلاقة ما بين الرجل والمرأة أثناء اليوم؟ هل المرأة هي بيبقى عليها العبء الأكبر؟ هو الحقيقة هو سؤال جميل جدًا، جدًا، بس هو مش سؤال، ده عدة أسئلة. إمم، يعني المصري أنا القديم، متشوق بقى المصري للأسئلة دي. القديم بيبدأ إزاي؟ كل حاجة في حياة المصري القديم، في حياة حضارة مصر، كانت مرتبطة بالشمس. الشمس ليها 3 أسماء: الإله خِبِري عند شروقها، رع في وقت الظهيرة يعني الساعة 12 بالضبط، وأتُم عند غروبها. لكن مش معنى إن في 3 أسامي يعني في 3 شموس، هي شمس واحدة، وهو الشمس هو الإله الشمس، هو كان الإله الواحد، الإله اللي كان بيعبده المصريين، اللي بيتجلى في أشكال تانية مختلفة وبأسماء تانية مختلفة. مع شروق الشمس كانت بتبدأ المعابد تبدأ أول طقوس إلهية ودينية بتتعمل. وكانت المصري القديم بيبدأ نشاطه، وكل واحد بيخرج بقى يشتغل ويبدأ حياته سواء راجل أو ست. المرأة كانت بتشارك مشاركة هامة جدًا وفعّالة جدًا في كل مناحي الحياة. تمام. لإن كان في إلهات، دايمًا في كل معبد تلاقي معبد آمون، لا هتلاقي آمون جزء من ثالوث، آمون وموت وخنسو. يعني الأسرة كانت دايمًا ممثلة في كل حاجة، والمرأة ممثلة في كل حاجة، كإلهة، كملكة، كقاضية، كطبيبة، ككل حاجة، إمم. كانت بتشارك في كل حاجة. والمرأة في البيت هي كانت بتبقى مسؤولة عن تربية الأطفال، عن العمل داخل البيت وخارج البيت. المصري القديم ما كانش عنده عُملة، فما كانش بيشتري كان حاجة في بالفلوس، فكان في المقايضة، المقايضة. فكانت المقايضة. الست هي بتهتم بالعمل الزراعي، بتروح لزوجها بتودّي له الأكل وهو بيشتغل وهو بيزرع زي ما بيحصل دلوقتي، هي اللي بتصنّع الجبن والبيض والفطائر والخبز، وهي اللي بتعمل الشغل اللي في البيت. نادرًا لمّا كانوا بيشتروا حاجات من برّه، ممكن بقى يروحوا يشتروا أقمشة، يشتروا سلع مختلفة، يشتروا أثاث، يشتروا حاجات زي كده، لكن هي كانت بتبقى مسؤولة عن إنتاج حاجات كتير جدًا من اللي ما هو بيستهلكها حضرتك الشخص في دلوقتي البيت. حضرتك دلوقتي إحنا بنرجع إن الست في الريف هي المنتجة، هي اللي بتنتج، فدي عادة متوارثة من أيام المصري القديم. دي حقيقة، إمم، دي حقيقة، بس مش معنى كده إن الراجل ما كانش بينتج، هُم الاتنين كانوا بيكمّلوا بعض. إمم. لكن المرأة كان دورها مُقدّس ومُحترم، وكانت لا تقِل أبدًا أهمية عن دور الرجل في الحياة الأسرية أو في الحياة العامة. بتشتغل جوّه البيت وبرّه البيت، وبتشتغل في كل المهن الممكنة. طيب عادات الزواج أو الارتباط عند المصري القديم، أنا في معلومة حضرتك كلمتك فيها قبل اللقاء، إن كانت الفتاة بتقول لوالدتها أنا البيت ده فيه اللي أنا عايزة أرتبط بيه، أو فيه الشخص اللي هيشاركني حياتي، هل دي معلومة صحيحة؟ دي صحيحة جدًا. إمم. الحُب كان حاجة مهمة جدًا. حضارة المصري القديم كانت قائمة على الحُب، حُب الحياة، حُب الإله، حُب الأسرة، حُب اللي بين الرجل والمرأة والابن وأمه وخلافه. الحُب ده كان قيمة عالية جدًا وكانت مقدسة جدًا، ما كانوش بيخجلوا منها أبدًا. ما بالضبط. كانش في حد أبدًا بيخجل إنه يقول إن هو بيحب مراته، أو إن هي تكون بتحب شاب وعايزة ترتبط بيه. ده ما كانش بيحصل. ده حتى ما كانش الراجل بيروح يطلب عروسته، البنت هي اللي بتطلب. ده اللي أنا باقوله هي اللي لحضرتك. بتطلب العريس وتقول له أنا عايزاك، بالضبط، أنا عايزة أرتبط بيك. بالضبط. عندنا تماثيل الملك أمينوفيس الثالث موجود في المتحف المصري القديم اللي في التحرير، وجنبه زوجته الملكة تي، رغم إن ده ملك وملكة هي حضناه.
وحاطه ايدها حوالين وسطه، التمثال موجود. رمز ما الحنان كانش والعطف للمرأة بالضبط كده، المصرية. ما فيش بقى إن إحنا لأ ده حاجة official وده ملك وملكة وهنتكسف، لأ مش مكسوفين أبدًا. إخناتون ونفرتيتي، إخناتون وبناته وهو مقعّد بنته على حجره وبيقبّلها، الحاجات دي تماثيل موجودة في المتحف إمم. المصري القديم اللي موجود في التحرير، وعلى جدران في جداريات كتير أوي بتمثل سِنب وسنتيت. سِنب كان قزم، ولكن سِنب كان هو رئيس التيار اللي هم اللي الكرزية، كارزاي. اللي بيعملوا الملابس بتاعة الملك خوفو. وسنتيت كانت إنسانة حجمها طبيعي وكانت بتحبه جدًا، وحاطة إيدها على كتفه، وحاطة إيد كده والإيد التانية على دراعه ده الحب، وحاضناه. ده ده الحب، ده ده الحب، ده ده الحب، ده رمز الحب. ده الحب ومش مكسوفين إن هم لا، لا، لا يعبّروا عنه. خالص. أيوه كانت البنت بتصارح مامتها أنا باحب فلان وده ما كانش عيب أبدًا، وكانت هتاخد مامتها وتروح ويطلبوا الشخص ويرتبطوا بيه، الزواج كان موثّق. وحقوق المرأة طبعًا عشان أنا عارف إن السيدات عايزين يتكلموا طبعًا، حقوق المرأة كانت طول عمرها محفوظة في مصر القديمة. لمّا كانوا بييجوا يتجوزوا كان بيبقى في حاجة ما يعادل المأذون، شخص من المعبد، وشخص من المعبد دوّة كان هو بيكتب عقد الزواج. العقد كان بيبقى مكتوب ومنصوص فيه على شروط معيّنة، كان بيبقى في مهر بيدفعه العريس لل للعروسة، هو بيتكفّل بتأسيس المنزل بالكامل. إذا هي جابت حاجات من الأثاث أو من الأطباق كل مستلزمات أو المفارش أو كده كانت بتتكتب في قائمة، وبتاخد يعني هذه القايمة القائمة. موجودة من فجر التاريخ. القايمة موجودة من فجر التاريخ، بس هو في فرق بين القايمة بتاعة زمان والقايمة بتاعة إمم. النهارده. القايمة بتاعة الزمان كانت بتبقى حاجة فعلًا البنت جايباها، مش النهارده أحيانًا بيشيلوا بيعملوا العريس قايمة كل حاجة. صورية، آه. قايمة يبقى ما جابتش حاجة تروح جابت حاجة وتمضّيها على حاجتين. لأ، كانت زمان بتتكتب حاجة فعليًا الحاجة اللي جابتها، وكان المرأة بترث ثلثي تركة الزوج والثلث للأبناء، إذا كان في أبناء. يعني كانت بترث ميراث مهم، يعني محترم يعني. محترم. آه. وفي حالة الطلاق كان بيبقى منصوص إن في تعويض معيّن أو حاجة ما يعادل النفقة بتاخدها، بس تبقى bulk مرّة واحدة، بتاخد إن هي وهو بتاخد مبلغ كده إذا حصل طلاق، كل ما اكتسبوه منذ زواجهم. يعني بعد جوازهم هو كان عنده مثلًا 10 فدادين أرض، اشترى كمان 5 بقوا 15، ال5 دُولة اللي اشتراهم في فترة الزواج بيتقسموا. الكلام ده كله مش كلام مُرسل أنا باقوله كده أو مجرد استنتاجات، لأ ده موثّق. في بردية في متحف تورين في إيطاليا، ومتحف برلين في ألمانيا، وبرديات أخرى، دول اللي أنا فاكرهم، بيتكلموا عن شروط الزواج. والزواج مش بس كان موثّق، الطلاق أيضًا كان موثّق، وكان موثّقة فيه كل هذه الحقوق. الخيانة الزوجية من الراجل أو من الست كانت عقوبتها بتوصل للإعدام، لأن المصريين القدماء كان عندهم مبادئ، والمبادئ دي كانوا صارمين جدًا في تطبيقها. كان بيبقى في شهود، عدد الشهود كان ممكن يكون بيتراوح حد أدنى 4 وممكن بيوصل في بعض العقود اللي لقيناها إلى 16 شاهد. في شهود على الزواج وفي شهود على الطلاق، وعادةً شهود على الزواج بيبقى عددهم أكبر من عدد الشهود اللي بيبقوا موجودين في الطلاق. قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق كانت من 3 نسخ، نسخة لدار المحفوظات، نسخة للكاهن اللي إحنا دلوقتي بنقول عليه المأذون. المأذون، إمم. ونسخة واحدة للزوجين. مش الزوجة نسخة والزوج هي نسخة للزوجين هم الاتنين، لأن هم مشتركين في كل حاجة. في حاجة جميلة جدًا ما دام أنت كلمتني عن ده، لو رُحنا شُفنا كرسي العرش بتاع توت عنخ توت آمون عنخ آمون. اللي في المتحف، على ضهر كرسي العرش هو قاعد وهي مراته واقفة قدامه وعمّالة بتعمل له مساج باللوتس بكريمات مصنعة من اللوتس أو من زهور مختلفة، بتعمل له مساج على جسمه. لو بصينا على رجليه هنلاقيه لابس فردة حذاء واحد وهي لابسة الفردة التانية. ده رمز المشاركة الوجدانية مش كده؟ والمشاركة وده ملك الحياتية في كل وملكة، حاجة طبعًا. ده ملك وملكة، مش أنا بقى ملك فخلاص لأ. لأ بيتساووا حتى، ملك وملكة. يعني حضرتك بيتساووا حتى في يعني أقول لحضرتك إيه. لأ وشكله فكرة آه. الحب إن هي بتعمل له مساج بالضبط. وده على كرسي العرش، ده يعني رمز علنًا الحنان يبقى رمز الحنان. لأ أنا عايز أوصل لفكرة إن هو مش عار، لأ خالص. بتعبّر قدّام الناس كلّها علشان الناس كلّها تتعظ والناس كلّها تعرف إن الحب ده قيمة عالية ومهمة. في حاجة بقى عايزين نتكلم فيها، اتفضل يا فندم. بالنسبة للأكل عند المصري القديم، إن كل المأكولات على مستوى العالم واخدين من المطبخ الفرعوني. المطبخ الفرعوني أساس كل الأكل اللي هو موجود على مستوى العالم. العالم كله خَد مننا، خَد من المطبخ الفرعوني. مصر غنية طول من فجر التاريخ. مصر دولة غنية، لذلك كان عابر السبيل
لما بيكون يخش السوق الفرعوني كان بيتقدم له التحيه بتاعته، عصير برتقال، سمك مملح، عيش. هل ده كان موجود؟ كان موجود دوّة وكان موجود أكتر منّه، إمم. عشان نتكلّم عن المطبخ وحضرتك بتقول إن كل الناس أخدت من المطبخ بتاعنا، ده أفخر الأطعمة اللي موجودة في الدنيا هي مصرية القديمة. إمم. تتذكّر حضرتك فيلم الأيدي الناعمة؟ أيوه. لمّا كان أحمد مظهر البرنس وبعدين صباح بتقول له: "تحبّوا تاكلوا إيه؟" فقال لها: "أنا هاكل فوا جرا بالشامبينيون." فوا جرا ده يعني كبدة كبدة الوز. الوز، ده مصري. أيوه. على جدران المصاطب اللي في سقارة في هم بيزغطوا الوز هو الفوا جرا عبارة عن إيه؟ إن أنت بتدّي مرض للوزة، بتأكّلها أكل كتير أوي يعمل لها تضخُّم في الكبد، فياخدوا الكبد يعملوا منّه كريم أو موس أو يعملوا منّه الفوا جرا دوّة اللي هو ده هذا في هذا المطبخ هذا المص الفرنسي ده في من أغلى الأكلات في المطبخ في الفرنسي. العالم، في طبعًا. العالم بالكامل. ده موجود من مصر، وأنا أمّا باخد السُياح الفرنساويين وبابقى فخور جدًا أقول لهم: "شايفين ده إيه؟ ده وِز." بيعملوا إيه؟ بيزغّطوه. طب وبيزغّطوه ليه؟ عشان هيعملوا الكبدة أهي، أيوه. موجودة أهي على المنظر. إيه ده؟ دي بتاعتنا. لأ مش بتاعتنا. النبيذ اخترعوه المصريين، الحنكة، كلمة حنكة معناها البيرة، البيرة. البيرة اخترعوها المصريين، المشروبات اللي كانت معروفة عندهم هي كل المشروبات اللي إحنا بنشربها دلوقتي، اللي هي من التمر والكركديه وكان عندهم أساسًا البيرة والنبيذ، والبيرة بالذات وما كانتش غالية. كل طبقات الشعب كانت بتشرب بيرة، وكانت بتبقى مصنوعة من الشعير. الخبز كانوا بيصنّعوا الخبز من الشعير ومن القمح أيضًا، كان في ده وكان في ده. العيش الشمسي اللي أنا باقعد أروح الأقصر أشتريه مخصوص وباحبه جدًا، العيش الشمسي دوّة اللي هو الرغيف بيبقى منفوخ كده على أشعة الشمس. على أشعة دي عادة متوارثة من أيام قدماء ده المصريين. ده اختراع إمم. مصري. عارف حضرتك عشان ما يبقاش دعاية بس الشركة الأمريكاني اللي بتعمل الهمبرجر إمم. من غير ما نقول اسمها، إمم. نفس الحاجة دي الساندويتشات موجودة في المتحف، ساندويتش مش تمثال، إمم. ساندويتش من الخبز وجواه قطعة من اللحم، موجود في متحف الحضارة، يعني موجود في إحنا متحف التحرير. أساس الهمبرجر. بس ما الهام يعني خنزير، هو ما إمم. كانش خنزير، هو كان لحم beef burger. عادي beef برجر، إمم. بس شكل الساندويتش العيش وجواه طبقات. قطعة اللحمة والhot dog والشاورما. شكله كل الكلام دوّة. الشاورما أساسها مصري برضه. أنا عايز أقول لك إن هي مش مجرد مناظر، المنتج نفسه، الساندويتش موجود نفسه موثّق موجود على من العيش، الجدران. مش موجّد، وموجود نفسه، إمم. موجود الساندويتش نفسه موجود في المتحف، في فاترينة المتحف هتلاقي بسكوتات وهتلاقي حلويات شُفت. محنطة أنا بارجع أقول ومجهزة لحضرتك ليه. وموجودة، علشان نقول إن الخبز عشان بيتعمل طبعًا كان لازم بيتخمّر. المنتجات اللي هم كانوا بيستعملوها هي كلها منتجات كانت موجودة من الطبيعة. أنا طبعًا ما مارستش صناعة الخبز، فمش هاقدر أبقى عارف أوي كانوا إزاي بيخبزوا العيش، لكن أنا عندي المنتج نفسه وأنا شايفه، المنتج مش مجرد رسم، ده هو الساندويتش نفسه موجود وقطعة الخبز موجودة. كانوا بيخلطوا الخبز باللبن أحيانًا، وأحيانًا كان بيبقى من غير لبن، وأحيانًا الخبز ده كان بيبقى مسكّر فيتحول لإن اللي هو هو يبقى الكرواسون والدنش عبارة والحاجات زي دي كلّها كأنه خدوا، يعني بالضبط، كل شعوب العالم بالضبط، والمطبخ الفرنسي خَد من المطبخ المصري. بالضبط. وكانوا بيحطّوا فيه العنب، النبيذ. العنب اللي هو الزبيب، الزبيب. لأ بيحطّوا فيه بيجففوا العنب. فواكه مجففة ولبن وعسل وتمر وعجوة. في حاجات بقى ما كانتش موجودة في كل العصور. زي الرز. آآ الطماطم. في حاجات بقى إيه دخلت دي بعد داخلة كده، علينا. في حاجات استوردناها، آه. يعني مثلًا تحتمس التالت في بعض الغزوات لمّا رجع سجّل على جدران معبد الكرنك منتجات جديدة ما يعرفهاش المصريين زي الفراخ. إمم. يعني المصري القديم كان يعرف الوز والبط، فراخ ما لأ. كان الفراخ لأ، الفراخ جات في الأسرة ال18 مع تحتمس التالت والطماطم. ولم تُعمّم، والطماطم الطماطم كانت بتزرع في الهند. ولم آه. تُعمّم، آه. يعني مش معنى إنه جاب فراخ بقى كل الناس تاكل، لا، لا ده هو خالص. جابها كده كحاجة نادرة. إلى بعد عصور بقى وبعد قرون أمّا أصبحت من الحاجات المُعمّمة. لكن كان عندهم طبعًا اللي هم الخرفان والمعيز البقر ما حضرتك والأبقار المدينة الكاملة، والثيران. المدينة الكاملة اللي هم اكتشفوها في الأقصر بتحاكي الحياة اليومية للمصري القديم، وكان في أفران وكان في لقوا يعني كمان اللحوم والتتبيلة بتاعة اللحمة موجودة، كل حاجة زي ما هي. بالضبط، فاهمني سعادتك؟ بالضبط، فده بالضبط. أنا باتطرق لحاجات ممكن البعض يعني العامة يجهلوها، إن إحنا كنا دولة غنية، ما كناش دولة فقيرة. إحنا بنفتخر كمصريين إن إحنا كنا الحضارة بتاعتنا كلها العالم كله بياخد مننا، هو فإحنا فخر لكل شعوب العالم.
بالضبط، هو من الناحية العلمية إحنا كنا دولة غنية جدًا، إمم. جدًا، جدًا، وأكثر يعني دولة الدهب، ثراءً. أنا الدهب. باتكلم عن الناحية العلمية كعلوم، آه. لكن هل إحنا ماديًا في الفلوس والدهب والكلام ده كنا دولة غنية؟ الحضارة المصرية القديمة هنقول ال30 أسرة عشان بس ما نتوسعش أوي، إمم. من الأسرة الأولى للأسرة ال30 دول 30 أسرة. في فترات كان في فقر مدقع، بالضبط. وفي فترات كان مش عارفين نعمل أمّا بيجِف النيل. مش بس كده، يعني من الأسرة التالتة للأسرة السادسة عصر الدولة القديمة كانت الدولة غنية جدًا. الدولة الوسطى أسرة 11 و12 كانت الدولة غنية جدًا. الغير العصر بقى الذهبي لمصر من الأسرة 18 لنهاية الأسرة 20، دي فترة 6 قرون. اللي هي من حتشبسوت ورمسيس التاني. 1650 إلى 1050 قبل الميلاد. الفترة ديّة كان اللي هي فترة كل التحامسة، تحتمس الأول والتاني والتالت والرابع، وحتشبسوت. أمنحتب الأول والتاني والتالت والرابع، الرعامسة. كام رمسيس عندنا يا أستاذ؟ حضرتك قُل لي. 11. 11 11 رمسيس. الناس تسمع عن رمسيس التاني لغاية رمسيس ويسمعوا عن التالت رمسيس بقى. التالت، لأ 11. كل هذه الفترة كانت مصر متوسعة جدًا جغرافيًا، وكان في جزية بتيجي من كل حتة في الدنيا. لكن في فترات اسمها فترات الانتقال، اللي هي دي فترات كانت فيها تدهور في كل حاجة. من الأسرة ال7 إلى الأسرة ال10 كان في تدهور، من الأسرة ال13 للأسرة ال17 كان في تدهور واحتلال. الهكسوس. والفُرس لأ الفرس أسرة 27. اللي هي الأخيرة الهكسوس. بقى. الفرس دخلوا مصر بالأسرة من 27 للأسرة ال30 كان في احتلال فارسي. ففي فترات كان في فقر مدقع، وفي فترات كان في مشاكل اقتصادية، لكن في فترات كان فيها فيها غناء ازدهار. فاحش. يعني ازدهار. كل عصر الدولة الحديثة، يعني حضرتك مثلًا لمّا تروح وادي الملوك، في على الأقل 62 مقبرة معروفة على الفترة دي بس، مش كل الملوك، الملوك بتوع طبعًا. الفترة دي بس. لكن الأشراف على الأقل 480 إلى 500 مقبرة للأشراف، والمقابر كلها بحالة جيدة جدًا، 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 وفي منتهى الشياكة، ومستواها الفني والعلمي عالي جدًا، ومستوى الحاجات والأثاث الجنازي اللي اتلقى جواه غالي جدًا، يدل على إن ما كانش بس الملك هو اللي غني. إمم. يعني الملك توت عنخ آمون التابوت بتاعه هو عنده 3 توابيت، واحد منهم الأصغر من الذهب الخالص، وزنه كام؟ 111 كيلو جرام ذهب خالص. ييجي بعديه بقى ملك أقل شهرة، اللي هو الملك تسوسيناس. الملك تسوسيناس ده التابوت بتاعه إيه؟ فضة، من الفضة الخالصة، يعني أغلى. أحد الملوك كان بعت رسالة للملك أمنحتب الثالث وطلب منه، قال له ابعت لنا شوية دهب من عندك، فبعت له 60 قطعة دهب. حضرتك حتى في معاملة الأسير كان الأسير ليه حقوق، ما كانش الأسير بيُنكّل بيه أو بيتعامل معاملة مُزرية يعني. طب إزاي إحنا كنا متدينين بطبعنا؟ هل إحنا كنا بنقبل زواج المحارم أو كان زواج المحارم متاح؟ نفرتاري ماتت قبل رمسيس الثاني بكتير. رمسيس الثاني مات في سن 92 سنة. هي ماتت قبليه بكتير، فأصبح شاغرا لقب الزوجة الملكية. ادى هذا اللقب لبنت من بناته، اداه لأكتر من بنت من بناته، لكن في هذا التمثال في بنت واحدة اللي هي مصورة. أنا لا أتصور إن رمسيس الثاني اللي عنده عشرات الزوجات هيقدر يتزوج زواج فعلي، أو محتاج يتزوج زواج فعلي من بنته، هو لم يلمسها. يعني مثلا توت عنخ آمون لما درسنا الموميا بتاعته عنده مشاكل كتير جدا جدا من الناحية الصحية ذهنيًا. بسبب زواج الأقارب. أقارب أم العريس أو أم الملك، هل كان ليها تدخُّل في الشؤون اليومية للزوج والزوجة، أو هي كانت يعني ليها سطوة على اتخاذ القرارات بالنسبة للزوج أو الزوجة؟ الملكة تي اللي هي كانت زوجة أمنوفيس الثالث أو أمنحتب الثالث، وهي أم مين؟ هي أم إخناتون اللي هو أمنحتب الرابع، وأمنحتب الرابع كان متجوز نفرتيتي. حصلت مشاكل كتير جدا جدا ما بين إخناتون ونفرتيتي بسبب تدخلات الملكة تي. هتلاقي تناسق الجسم ومقاييس الجمال هي بالظبط مقاييس الموديل بتاعت إحنا ما بنشوفش قدامى مصريين مفيش حد تخين مليان أو من هنا ولا بالضبط ما بنشوفش كده. بالإضافة لكده زي ما هي لا تخجل من إنها تبين حبها، كانت لا تخجل من إنها تبين جمالها. الرجالة كان كلهم شعرهم قصير، لكن محدش كان بيحلق شعره تمام. حضرتك حتى في معاملة الأسير كان الأسير ليه حقوق، ما كانش الأسير بيُنكّل بيه أو بيتعامل معاملة مُزرية يعني. طب إزاي إحنا كنا متدينين بطبعنا؟ هل إحنا كنا بنقبل زواج المحارم أو كان زواج المحارم متاح؟ نفرتاري ماتت قبل رمسيس الثاني بكتير. رمسيس الثاني مات في سن 92 سنة. هي ماتت قبليه بكتير،
فاصبح شاغرا لقب الزوجه الملكيه، ادى هذا اللقب لبنت من بناته، اداه لاكتر من بنت من بناته، لكن في هذا التمثال في بنت واحده اللي هي مصوره. انا لا اتصور ان رمسيس الثاني اللي عنده عشرات الزوجات هيقدر يتزوج زواج فعلي او محتاج يتزوج زواج فعلي من بنته، هو لم يلمسها. يعني مثلا توت عنخ امون لما درسنا الموميا بتاعته عنده مشاكل كتير جدا جدا من الناحيه الصحيه ذهنيا بسبب زواج الاقارب. قارب. جواب شكر، جواب شكر من كهنه الاله بتاعه موجه لبطليموس الخامس التاريخ المصري القديم. ونشأت حاجه اسمها ايجيبتولوجي، وده اول علم في الدنيا، والبلد الوحيده في الدنيا اللي عندها علم بيسمى على اسمها، لان هو مش دلوقتي مش علم تاريخ بقى ولا اركيولوجي ولا بتاع، ده علم انساني، ده علم خاص بمصر بس. مفيش حاجه اسمها العثمانولوجي ولا التركولوجي ولا يدرس في اليونانولوجي المدارس ولا الفرنسيه ولا الكلام ده، ولا ده في كل العالم. انا عشان اجي اشرح للناس علم الايجيبتولوجي انا محتاج لدكتور. علشان اشرح لهم كانوا بيعملوا الخبز ازاي انا محتاج لخباز. اشرح لهم احنا كنا بدأنا نتكلم على